معظمهم يلغي تماما وجبة السحور. لكن علميا وصحيا الوجبة الأهم اللي تعطينا طاقة وتعطيك دي كالوري باش تكمل لا جورني تاعك اون بلان فورم سي وجبة السحور. نعم. لكن وجبة السحور ما لازمش تكون كيما الفطور، ما يكونوش فيها لي ميم غوطا. من الأحسن يكونش يعني طعام دسم. من الأحسن تكون غنية بالألياف كيما الخبز الأسمر، كيما الألبان، كيما القليلة الدسم. كيما الألياف راح تعطيك سعرات حرارية تشدلك اليوم كامل، تعطيك طاقة، تعطيك كيما الخضر والفواكه قليلة والألبان قليلة الدسم، تعطيك تخليك تكمل اليوم تاعك بطاقة انك تقدر تراجع فيها دروسك، تقدر تقوم بها بأعمالك اليومية. وايضا لا ديغراداسيون تاعها تكون تري لونت، ما تكونش رابيد. من الاحسن نمتنعوا على الكافيين والتيين لانها تثير العطش. وكذلك من الاحسن ايضا في وجبة السحور ناخذ شربة عسل. شربة عسل معناها ملعقة عسل في فنجان الماء، تحرك عكس عقارب الساعة ويأخذها آخر شيء. يأخذها الإنسان وهو جالس حتى يتمكن الجسم من أخذ جميع مكونات العسل، من إنزيمات، من سكريات طويلة المدى، لا ديغراداسيون تاعها تكون لونت. ايضا الالياف ثاني تساعد باش تحافظ على الطاقه اللي يكون اليوميه للانسان. كي يتناول وجبه متكامله ما يشعرش بعطش كبير، بجوع كبير، يقدر يكمل لا جورني تاعو بخير. يعني هنا نقدر نفهموا منك استاذه سهام انه الوجبه الاساسيه اللي لازم على الصائم يركز عليها ما هيش وجبه احنا نقول الفطور يعني بعد المغرب، انما هي وجبه السحور. وكاين نقطه اخرى استاذه الاخت ليندا، وجبه الافطار من الاحسن نبارطاجيوها. حنايا في الفطور ياكلوا كلش ويقعد حتى للسحور. نعم. من دو بريفيرونس باش ديما يحافظ على طاقته، باش يحافظ على الجهاز الهضمي تاعو، يبارطاجي لو غوبا تاعو سور 3 ولا 2. ياكل حاجه خفيفه مع الفطور، وخاصه مع مثلا سلطه ولا لي سوب شوربه، وخاصه التمر. من الاحسن يبدا بالتمر، يكمل الشوربه تاعو، يريح ديك اون دومي جورني ولا يكمل لي زوطخ غوبا باش ما يتعبش الجهاز الهضمي. ثاني نقطة أساسية أيضا هي الفواكه. من الأحسن تناول الفواكه بعد 45 دقيقة لساعة بعد وجبة الإفطار. ربما الخطأ الشائع أنه مباشرة بعد الأكل يتناول الفواكه. الفواكه واش دير؟ توقف عملية الهضم. بالعكس يولي عنده هضم، يدير عسر الهضم. ولا كاين اللي تقول لك أنا في الفطور ناكل فاكهة ومن بعد نفطر. الفواكه لا ديغراداسيون تاعها في لو تيوب ديجستيف ثقيله، ومن بعد كي ياكل جوست موراها عمليه الهضم تاعو تكون صعيبه بزاف. على هذيك واحد كي يرقد يحس روحو ثقيل، يحس روحو مبلوكي، ما يقدرش يريسبيري بيان. من الاحسن وبهذا على هذا الصباح كي يفطر يصبح يحس روحو ثقيل، ما عنده لا طاقه لا حيويه لا قدره على مواصله اليوم. وكاين مشكل اخر، مشكل القهوه والدخان. نعم. في رمضان هي فرصة رمضان أنا نشوفه باش واحد يمتنع على التخلص على هذه العادة السيئة. نعم. على الإدمان. نعم. بما أنه قدر يقعد حتى ل 12 ساعة ما شرب قهوة ما تكيف، يسمى يقدر يكمل هذوك التمسوايع اللي بقاو، ولا وين يبدا ينقص. حنايا يبدا يفطر، وكاين اللي ما ياكل ما كاين اللي يبدا بقهوة ولا يبدا بدخان. المشكل تاعنا انه الا بدا بالقهوه سي بون يبلوكي كلش، ما يقدر ياكل ما والو، ومن بعد ياكل في الليل كامل. الا كلا في الليل مع لا جورني تاعو ياكل سكريات سريعه التفكك، ما تشدلوش ميم با في لا جورني، ياكل رابيدمون. ديجا يصبح بصداع، يصبح بعسر هضم، يصبح ساعات يدير له امساك، مشاكل هضميه. المشكل تاعها الاساسي هو
الوجبات الغير منظمة والأكل الغير سليم. نكثروا السكريات حنا في رمضان، من الأحسن التفادي السكريات. نمتنعوا عن الألياف، والمشكل الكبير الأكلات المقلية. نعم. الدسم هي أكبر مشكل في رمضان. حنا كل حاجة نديروها مقلي، من بوراك وروح. من بوراك ولا الشوربة لازم تشوفي فيها هذاك وجه المرايا، تاع الزيت. نعم، لازم الزيت. هذاك هو المشكل الكبير. ديجا نورمالمون رمضان هو اللي نبروفيتيو فيه، نخلصوا بالعادات السيئة من الإدمان تاع القهوة والدخان والتاي. أيضا هو ثاني إدمان التايين. وأكثر فرصة للنساء باش يديروا الريجيم تاعهم. نعم، واستعادة رشاقتهم. استعادة الرشاقة. وثاني الأخت ليندا، من الأحسن خاصة الخضر في رمضان، سواء نديروها مفورة ولا تكون كيما محمصة، يقليوها برك في الزيت ولا زبدة ولا زيت زيتون. طبعا من الأحسن زيت الزيتون، لأنه غني بالبوليفينول. البوليفينول وكان ندخلوا نهضروا عليه نديروا حصة واحدة أخرى. نعم، الفائدة تاعو الصحية. الفائدة تاعو. إذا كونكلوزيون، أول وجبة لازم يهتم بها الإنسان هي وجبة السحور، وتكون من الأحسن غنية بالألياف. بوكو بلوس نصيبوها في الخبز الأسمر، والألبان قليلة الدسم، ألبان وأجبان قليلة الدسم. يقدر ياكل ميم بروتينات يصيبها في البيض، تكون وجبة خفيفة وغنية. نعم. نقطة أيضا أخت ليندا، الماء. حنا يا نشربوا 2 لتر مع الفطور، يا نشربوا 2 لتر مع السحور. صح. ظنا منا أنه ربما كي نديروا هكذا ما راحش نعطشوا طول اليوم. هي لازم نبارطاجيو. نعم. باسكو كي تشربيه دفعة واحدة ما تستفاديش منه كامل. يستفاد الجسم واش يحتاج. أكيد. نعم. لازم هذيك لا كونتيتي تاع الماء تبارطاجيها بالحجم الساعي. عندك 2 لتر حتى 3 على حساب جسم الإنسان، على حساب الوزن تاعو. كيفاش نقسموهم؟ كل 10 كيلو لازمو اون بوتاي دو، كاس ماء ولا قرعة صغيرة. كل 10 كيلو يعادل كاس من الماء ولا قرعة صغيرة تاع ماء. كي يشرب كل ساعة ولا كل 45 دقيقة قرعة صغيرة تاع ماء، راح يعطي الجسم تاعو الكمية اللازمة من الماء. يستهلكها ويكونسيرفيها. ما تنسايش بلي الجسم الإنساني هو عبارة عن كوكب. كوكب صغير. لو كان نقارنوا كوكب الأرض مع جسم الإنسان، عندنا نفس نسبة الماء، نفس نسبة سبحان الله اليابسة، وهي نسبة العضلات، حتى نسبة المعادن. يسمى واش يحتاج الكون هذا يحتاج جسم الإنسان باعتباره كوكب صغير. باعتباره كوكب صغير.